إعلان مهم. خرجت اليوم 17 يوليوز اللوائح الرئيسية ديال الناس اللي تقبلوا في الأقسام التحضيرية ديال شهادة التقني العالي BTS برسم الموسم الدراسي 2025-2026. الناس اللي كانوا تسجلوا في BTS يقدروا دابا يشوفوا واش تقبلوا ولا لا، والانتقاء كيدوز فقط من النقطة ديال الباك، ما كاين لا امتحان لا مقابلة. الناس اللي تقبلوا عندهم نقط عالية بحال 15 16 17 حتى ل 19. كاينين جوج لوائح، اللائحة الرئيسية واللوائح ديال الانتظار. كل تخصص فيه عدد محدود من المقاعد، اللي ما تعمرش في اللائحة الرئيسية كيتعمر من الانتظار حسب الترتيب في النقطة. الناس اللي لقاو راسهم في اللائحة الرئيسية خاصهم يدفعوا الوثائق ديالهم ما بين 18 حتى ل 28 يوليوز. آخر أجل هو 28. أما لوائح الانتظار الأولى غادي تبدا في النهار 29 يوليوز. باش تعرفوا واش تقبلتي خاصك تدخل الموقع اللي دايرينه في وصف الفيديو وتختار الثانويه والتخصص وتكتب رقم المسار ديالك ولا دير سيرش بالاسم، وغادي يبان ليك واش تقبلتي ولا لا. الوثائق اللي خاصك تجيب هي شهاده الباك الاصليه، نسخه من الباك مصادق عليها، نسخه من بيان النقط، نسخه من البطاقه الوطنيه، وورقه التسجيل اللي توصلتي بها في الايميل ولا خرجتيها من الموقع. الناس اللي تقبلوا وما بغاوش يكملوا في BTS ما يدفعوش الوثائق ديالهم وغادي تعوضوا بناس اخرين من لوائح الانتظار حسب الترتيب في النقطه. اللوائح ديال الانتظار كتكون على مراحل على حسب عدد المقاعد المتبقيه، ممكن توصل حتى المرحله الرابعه ولا الخامسه. اي واحد تقبل خاصو ياخذ القرار واش غادي يدفع الوثائق ولا غادي يستنى شي فرصه اخرى في تخصص اخر ولا مؤسسه اخرى. التسجيل النهائي كيبدا من 18 يوليوز حتى ل 28 يوليوز، وراه خاصك تكون متأكد من التخصص اللي بغيتي قبل ما تدفع شهادة الباك الأصلية. الرابط ديال الموقع كاين في وصف الفيديو، يمكن لك تدخل وتشوف النتيجة ديالك بالتفصيل.